بعد أن تصدر ترتيب البطولة الاحترافية مؤقتا ب9 نقاط من 3 مواجهات وضامن مقعدا بنصف نهائي كأس العرش، الوداد البيضاوي يطمح إلى حجز تذكرة أخرى هذه المرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا. الحسم كان ذهابا بهدف البنيني باسكال، لكنه حسم لا يطمئن بأدغال نيجيريا وتحديدا بمدينة آبا أمام إنيمبا حامل لقب نسختي 2003 و2004. آخر الأصداء القادمة من هناك تفيد بأن نسبة غياب أيوب سكوما عن المباراة تظل موازية لنسبة مشاركته بسبب الإصابة، فيما عبد الرحيم بن كجان هو الآخر قد يغيب عن إياب نصف النهائي. كان ذلك بتوقيت وملعب المباراة إنيمبا سبورت ستاديوم الذي يتسع ل25 ألف متفرج، ملعب يشكل مصدر تخوف كبير لمكونات بطل نسخة 1992 بأرضيته الكارثية، خصوصا في حالة تساقط الأمطار، وهو الأمر الذي عانى منه الرجاء البيضاوي قبل ذلك عندما حل ضيفا على إنيمبا بدور المجموعتين. أشياء وأخرى لا يجب أن تؤثر على الوداد ومعنويات لاعبيه، وحده المستطيل الأخضر عليه أن يكون مقياس رغبة هذا الجيل الجديد في إعادة سيناريو تتويج باللقب الوحيد في خزانة النادي. والآن نربط الاتصال بموفد قناة الرياضية إلى آبا نيجيريا مراد سيميا المتواجد بنيجيريا رفقة فريق الوداد البيضاوي لليوم الثاني على التوالي. مراد، أهلا بك. مراد، لك أن تقربنا أكثر بآخر مستجدات الفريق الأحمر المقبل على مباراة حاسمة غدا. نعم عماد، فريق الوداد البيضاوي أجرى آخر حصة تدريبية اليوم بملعب إنيمبا الدولي كما يسمونه هنا بآبا. الفريق أجرى حصته الأخيرة، تعرف على الملعب، تعرف أيضا على أرضية الملعب المبللة بأمطار غزيرة سقطت هنا ليلة أمس بمدينة آبا النيجيرية. ربما هناك تخوف يعني من هذه الأرضية التي ممكن جدا أن تؤثر على اللياقة البدنية للاعبي فريق الوداد البيضاوي، على أي فالأجواء جيدة في الوسط بين لاعبي الفريق، الرغبة موجودة، التأكيد على العودة بفوز وتأهل إلى نهائي كأس الأبطال الإفريقية يعني أصبح ضرورة في الوسط الكروي لفريق الوداد البيضاوي. على أن ربما الجديد في تدريبات اليوم هو أصبح من المؤكد جدا غياب اللاعب بن كجان الذي أصيب يعني في حصة اليوم. مراد سيميا موفد قناة الرياضية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. ولتقريبكم أكثر من الحالة الصحية للاعبي الوداد ينضم إلينا البروفيسور عبد الرزاق الهيفتي طبيب الفريق الأحمر. بروفيسور، على بعد ساعات من مباراة الحسم، ماذا عن الحالة الصحية للاعبي الوداد؟ فيما يخص الحالة الصحية، الحمد لله الحالة الصحية اللاعبين جيدة. كانت هناك بعض الإصابات ويتعلق الأمر بالكجان، الخليقي، لمسن، سكوما، اللي هي إصابات خفيفة وما يبقاش واللي الشك اللي باقي إلا في حالة بن كجان اللي بالمحتمل باش ما يشاركش في هذه المقابلة المهمة والمصيرية. اللاعبين استراحوا البارح الحمد لله، وكلهم شاركوا في الحصة التدريبية البارح اللي كانت جيست واحد الديكاساج. اليوم الحصه التدريبيه كانت مهمه وبدون اي اصابه، باستثناء كيف قلت لك اللاعب بن كجان اللي حس بواحد الالم في الكاحل ديالو، واللي جعلني مع المدرب دو كاستيل باش نوقفوه من هذه الحصه التدريبيه الاخيره. بروفيسور هيفتي، لك ان تقربنا اكثر من الجانب التغذيه، وكذلك كيف ترى مباراه الوداد انيمبا غدا؟ فيما يخص مشكل التغذية، في المأكولات كلها مغربية 100%، ويشرف عليها واحد الطاقم يتكون بجوج ديال لي شيف كويزينيين واللي قاموا بواحد المجهود كبير في هذا المجال، ونتمناو باش هذه المجهودات كلها ينتج عليها غدا ان شاء الله واحد الربح ولا على الاقل تعادل باش نرجعوا لبلادنا نرجعوا فرحانين. عبد الرزاق هيفتي طبيب فريق الوداد، شكرا لك.